رسائل الدانوب هي رواية ثانية للأديبة ابنة جرجيس، وتحديدا ابنة ولاية مدين، رفقة المناكري. رفقة، الرواية الثانية، مبروك عليك. اش تحكي الرواية هذه، وشكون نشرها لك، وشكون وقع تقديم الرواية نتاعك؟ يعطيكم الصحة، بارك الله فيك. قدمنا رسائل الدانوب في الرواية الثانية بعد رواية أكفان بلا جنوب. الرواية هذه صادرة عن دار زينب للنشر والتوزيع مارس 2023 بتقديم الدكتور سيد رضا الأبيض. الرواية هي تطرح سؤال كلاسيكي لكن بمنظور أجنبي أو بمنظور الرجل الغربي: ماذا يفعل العرب في الحرب؟ علاش العرب شاركوا في الحرب العالمية الثانية على وجه التحديد؟ علاش شاركوا فيها في بلدان لا تنتمي إليهم؟ شنو الجرائم اللي مورست على العرب في هذه الحروب الكبرى؟ وتبحث فيها عن الهوية، هوية القاتل، هوية الشخصية الرئيسية اللي هو باسم جون أغيلارا، اللي يكتشف في آخر النص أنه هو شخصية مزيفة ليست شخصية جون أغيلارا. إذن هي رواية بوليسية تاريخية واجتماعية. هو وقع حفل توقيع في ملتقى السرديات في مدينة، أكيد عنده برشا دلالات هذا الملتقى. أي هذا الملتقى العاشر هو التاسع من تنظيم الرابطة القلمية اللي يعرض فيها، لذا باش يكون حفل توقيع جدا بالنسبة لي، باعتبارها الحاضنة لهذه الجمعية. شكرا لك. عايشة، بارك الله.